انا ماناش نحكيو باش نديرو الفتنه في المروق، لا ربي يهدي من الخلق على كل حال. ولكن لما تهاجم الجزائر نجيبوا لك العيوب تاعك والعيوب تاع الحكومه تاعك. هذه هي وهذا هو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي، اتشرف اليوم اني نقول لكم مرحبا بكم، وكل انسان اشترك في القناه هذه يعني طواعيه كما نقولوا احنا. بارك الله فيكم وان شاء الله نفيدكم ونستفاد. المهم اخواني ما نطولوش عليكم، قريت التعليقات وبارك الله فيكم على التعليقات الجميله. واكثر المشاكل اللي صادفتني اخواني اخواتي هذا المشكل خوتي. يقول لك وشهد شاهد من اهلها. اسمع مليح المروكي، اسمع مليح وشوف بعينك، باش ما تقولش رانا نفتريو عليكم ولا. شوف خويا، حبل في حدود. ها انت، هذه هاي في اسبانيا وانا في المغرب، هذه في اسبانيا انا في المغرب، هذه سهل عليها الله انا في المغرب، ها اسبانيا. وي خوتي، للاسف الشديد الحمامه دخلت لاسبانيا، والمواطن المروكي ما يقدرش يجوز الخيط هذاك، ما يقدرش يتعدى على حدود سيادو. تخيلوا خوتي، منطقه في المروك فيها حدود بالحبل ويجيو في المواقع يتكلموا على الجزائر. حنا ماناش حنا اللي رانا نهضروا، او الشعب تاعكم راه يقول قال لك الحمامه راهي في اسبانيا وانا ما قدرتش نروح لاسبانيا، مع انه هي بسيطه وسهله جدا. طلع الحبل هذاك وجوز خوك، جوز راهي ارضك وارض جدادك. طلع نفكركم مراركا عايرتونا بالماء، قلتوا بلي ما عندناش الماء وخرجتوا دعايات وكذبتوا. شوف الفيديو هذا معي ونتاسف لكم خوتي باسكو الصوت من عندهم مش من عندي، الصوت من عندهم ناقص. حاولت اني نرفع له الصوت ولكن للاسف الشديد ما اسمع مليح. وحنا دابا نشربو ولا نغسلو بيه ولا شنو نديرو بيه؟ نغسل بيه دابا دا الماعن غير باش يبقى لينا ما نشربو. الله يرحم الوالدين ما تعاونوا معنا. الله يجزيكم بخير الاخوان. السلام عليكم الاخوان. الله يرحم الوالدين كما كتشوفوا هو عندنا حنايا دابا بير، وانتم كما كتشوفوا معنا كنزلو في البادو 2024 هادي، وحنا باقي كنزقلو في البادو وكنضربو هادي شحال ديال الطريق. الله يرحم الوالدين، الا ما تعاونوا معنا الله يسهل عليكم. وحنا المشكله ما خصيصاتناش نخلصوا مثلا الواح ديال الطاقه الشمسيه ولا مكانه ديال الضوء باش يستافدوا من الماء. دابا البير محفور عندنا دابا تقريبا شي عامين وباقي ما كنستافدوش من الماء، وحنا كل نهار بحال هكا. اليوم ما لقيناش الماء، لا اله الا الله، ولينا كنسقوا من الفري ديال الجام. شوف الله يرحمه، شوف لا اله الا الله. شوف معايا دابا هاد الماء اللي غنشربو حنا، شوف اللي كنسقوا من الفري دابا، واش غادي نشربوه حنا دابا هذا؟ نشربوه ولا نغسلو بيه ولا شنو نديرو بيه؟ نغسل بيه دابا دا الماعن غير باش يبقى لينا فوالا، ما نشربو. شفتوا غادي الفيديو كاملين. هذا من الارض الشريفه الطاهره العفيفه اللي مشهوره بالمخدرات والسحر والدعاره الجنسيه والسياحه الجنسيه اكزاكتومون. منطقه صحراويه او شبه تليه او نصف تليه، ما عندهمش الماء باش يغسلوا او باش يشربوا، مع انه المروك عندها السدود، عندها لي باراج. يظهر لي بالك دي الدوله الاولى في افريقيا اللي عندها السدود، اللي عندها الماء، ولكن الشعب تاعها فقير من جهه الماء، ما عندوش الماء باش يغسل، ما عندوش الماء باش يشرب. راح تكون لي منطقه نائيه وراح يوصل لها التجديد، راح يوصل لها البناء وراح يوصل لها. رانا في 2024، على بالنا بلي كان مناطق كثيره نائيه في بلدان عربيه، ولكن باش تلحق تعطي للشعب تاعك ماء مسخ وخامج وبالك مسموم اصلا، باسكو يظهر لي فيه الطاعون هذا ولا ما على باليش، ما تدخلش الدوله او ما يتدخلش يعني. يظهر لي انه الشعب هذا او الشعب المروكي هذا عايش هكذاك. شغل المخزن راه يقول له كل واش لقيت وشرب واش لقيت، ماني سامع بك. لهذه الدرجه يلحق الاحتقار للشعب. ويجي يحكي على الجزائر يقول لك ما عندكمش الماء. في وين؟ في عين تموشنت. قالوا في عين تموشنت ياك، قالوا في عين تموشنت ما عندكمش الماء والبليده. احنا اضعف منطقه عندنا في الجزائر او ابعد من نقطه في الجزائر تلقى عنده الماء، تلقى عنده ماء، سواء من الابار الارتوازيه ولا من الحنفيه. ديجا حنا كي تفتح الحنفيه تشرب الماء، تشرب ما كانش هذه تاع. وهذا يدل على القياده الرشيده للحكومه تاعنا رئاسه الجمهوريه. اما انتم نهار كنتم عاش الملك عاش سيدنا باش كدم الله اعلم. والفيديو الثالث خوزي والاخير
شوفوا معنا الفيديو هذا خاوتي مليح مليح، واسمع اسمع بودنك المواطن المغربي المروكي الزلاطشي كيفاش راهو يكافح وعايش في الفقر تحت حدود الصفر. اسمع مليح. واكثر من المقياس، واكثر من القياس مقزح. انا وليت باغي ما نكذبش عليك، انا لو كان سامحوا لي انا نخرج من هاد لا حاشا ما نكذبش عليك، ما كاين والو. خدام انا حارس في هاد هنا. واش كان ها انا داكشي اللي كتشد ما كيقدني والو. شحال تقريبا كتشد في الخدمه؟ اش كنشد 6000 درهم 600 درهم ولا 700 درهم في السيمانه. ما داير لك والو. كناكل انا دابا هنا خاصني كنخسر 1000 ريال في العشاء. عندك شي وليدات؟ عندي 6 الاولاد وكلهم بهم بطاله والشمور. لا خدمه في هاد البلاد. سيروا شوفوا ما ديروا البلاد. ياك اييه دابا مقصر حتى شويه بزاف واي حاجه اي حاجه غير مستافد. انا كنت كنسكن في الشانطي مستافد. هاد يعني البلاد كيفاش مشى العميل دابا هادشي، وخصوصا الدرويش اللي مقصر الدرويش راه زاد عليه في البوطه وبزاف كثر من ولا باغي ينتحر الدرويش، ولا باغي ينتحر. الناس بالسيف ما كيكثر الاجرام وبالسيف ما كيكثر هادشي. لا خواتي يعجز اللسان عن الكلام باش يلحق مواطن. المهم يكون مواطن كريم وشريف يشتكي من غلاء المعيشة بالطريقة هذه، مع انه على بالنا بلي الدرهم مرتفع في السوق، ويلحق المواطن المغربي ما يقدرش يشري الحاجيات او الاحتياجات البسيطة تاعو، فهذا شيء كارثي. اين تذهب خيرات هذا البلد؟ اذا كان فيه شي خيرات بينوا لنا. مواطن يسلك 6000 ريال ولا شحال راه يقول في السمانه في الاسبوع، ما يقدرش يعيش بها لمده اسبوع او لمده 5 ايام او 4 ايام. الوضع المعيشي في المروك راهو كارثي يعني بأتم معنى الكلمه. وين رايح بها الشعب هذا؟ نساو الجزائر ونساو الشعب الجزائري، وين رايحين بهذه الذاتيه في المروك؟ وين حابين يوصلوا بكم اصحاب الحكم في المروك؟ باش يلحق مواطن عنده 6 العيال، وخلي بالك الديون، وخلي بالك الكريدي، خلي بالك اللباس، باش يلحق يشتكي من غلاء المعيشة بهذه الطريقة ويتمنى انه يموت. هذا يدل على ان الحكومة المقربية المقروطية المخزنية الصعلوكية ما لا بالهاش بالشعب خلاص، ما لا بالهاش بالشعب خلاص. ربي يسلك الحوال خوتي، نتلاقاو في فيديو اخر. وما تنساوش اذا عجبكم الفيديو اشترك، ولا بار اكزومبل دير بارطاج، ولا دير لايك، ولا يا خويا المهم دير شي حاجه تحت بكل رانا حيين. اشترك